السلام عليكم، صباح الخير. اليوم جيت نحكي على واحد القضية، هاي قضية شائكة وراهي تصرى بزاف في المناطق النائية. من بين هذه القضايا هي قضايا الاعتداءات سواء على الملكية الخاصة، ولا الاعتداء شخص على شخص آخر، ولا الاعتداء على حرمة منزل. وش معناتها الاعتداء على حرمة منزل؟ الاعتداء على حرمة منزل، مثلا شخص يكون في دارو، صاحب المنزل هذا يكون في دارو، يجوا جماعة ملهيه مش عارف أنا يشروا له المشاكل قدام دارو، كي يخرج يقول لهم اودي روحوا، هيا ينوضوا يضربوه، هيا ويتعداو للعائلة تاعو. لهنا يا جماعة، لهنا راهي جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 295 في قانون الإجراءات الجزائية راهي واضحة وضوح الشمس. لهنا هذا الإنسان راه جاهل بالقانون، بصح شاله لا يعذر بجهله للقانون، ما كانش عذر بالقانون. زيد في هذه الحالة، في هذه القضية، هي قضية شائكة نوعا ما، شائكة جدا نوعا ما، خاصة إن كان صاحب المنزل وأراد وكان يحمل في يده مثلا سلاحا أبيض مثل الخنجر، مثل مثلا شاقور، سيف، أي حاجة، ولا أي حاجة يقدر يضرب بها. مثلا إلا كان صرات دم في هذه الحالة، لأن الإنسان هذا راه في حالة دفاع عن النفس، وفي حالة دفاع عن حرمة منزله. والقانون الجزائري راه عطانا عدة مواد، سواء في القانون المدني ولا في قانون الإجراءات الجزائية، وعطى باللي المنزل له عنده حرمة حرمة معناتها حتى قوة الدرك العمومي وما تقدرش تدخل للمنزل إلا بأمر من عند وكيل الجمهورية، أو في حالات راهي واضحة، في حالات سواء تكون بيت دعارة، سواء يكون جرائم منظمة، سواء يكون مخدرات إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك، شخص واحد فقط من هذو الجماعة، شخص واحد فقط راه يدير خطر على صاحب المنزل، ما بالك يكونوا جماعة تتكون من أكثر من شخص، شخصين حتى ل3 أشخاص. لهنا يا جماعة راهي حاجة كبيرة. صح، نرجع من إطار القانون، لنا هذه نعتبرها جريمة، وهي معتبرة جريمة تحدي على حرمة منزل، أي العقوبة تاعها من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وعقوبة مالية أيضا، غرامة مالية أقصد. بالإضافة إلى أن هذه الجريمة راه يتكون فيها عدة أركان، عندك الركن المعنوي، الركن المادي، والركن الشرعي. الركن المعنوي نقدر نقولوا، في الركن المعنوي راه كاين القصد الجنائي، راه موجود القصد الجنائي في هذه الحالة. نتايا باه جيت لهنا راك بكامل قواك العقلية وجيت لي لهنا في هذه البلاصة وراك تعبر قدام داري، ولا راك تشري لي في المشاكل، ولا راك تسب لي قدام الدار، لهنا انت راه عندك القصد الجنائي، لهنا راه عندك نية باش تأذيني، وقلت لك روح وانت ما بغيش تروح. ولا هنايا لهنا كل شيء راه متوفر، عندك قصد باش تأذيني، وراك عندك قصد باش تتعدى لي على حرمة الدار تاعي، وراك عندك قصد. هذه الحاجة الأولى. أيضا الركن الشرعي، لأن المشرع هذه الحالات الشائكة، هذه الحالات التي تتكرر يوميا خاصة في المناطق النائية بسبب وجود بناءات فوضوية، بسبب جهلهم للقانون. لأن المشرع راه عطى عدة مواد من 295 من قانون الإجراءات الجزائرية وطلع هذه كامل يهضر على حرمة منزل. أضف إلى ذلك الركن
المادي. الركن المادي اللي هي الصوالح اللي جا يخدم بهم، راه إلا كان صرات بيناتهم مناوشات مع صاحب المنزل وهذو الجماعة، راه اوتوماتيكمون رايحين يضربوا الإنسان هذا، يا إما يضربوه، يا إما يسبوه، يا إما يضربوه بالصوالح اللي راهم رافدينهم بالحجرة، يا إما يضربوه ببالة، يا إما يضربوه بفاس، يا إما يضربوه بمدرة، يا إما أي حاجة توقعها في هذه الحالة. هذا الركن المادي، بالإضافة إلى العلاقة السببية التي نشأت بين الإنسان صاحب المنزل الذي تعرض إلى الضرب، وهذو الناس جاو لهنا، سواء مش عارف يكونوا هذو خدامة، سواء جوارينو، سواء من فاميلة بعيدة، سواء كذا سواء كذا، الله يسهل. ليسونسيال لهنا أو الخطأ راه فادح، لهنا راه خطأ راه فادح. لهنا أنا ننصح كافة الناس المتهورين، إن صح التعبير، أن لا يتعدوا على حرمات الناس. ما يتعداش على حرمات الناس. يا سيدي يا سيدي صابك تخدم، معليش راك تخدم ماشي مشكل، بصح قال لك رفد قشك منش قابلك لهنا، رفد قشك وروح مسكوت، ما تعداش عليه، ما تروحش تقول له كلام ولا رفد قشك كيما راك وروح. هذا مكان، وخلي صاحب المنزل هو اللي يتولى، يصيبوا حل وسط بيناتهم. هيا من بعد ياك يحضركم انتوما، يحضر مول الدار هذاك، هيا وراه يفرات، والقضية راهي تبلعت لهنا. لكن ماناش في قانون الغاب باش حنا نطبقوا القانون. إلا كان أنايا وليت أنايا نتايا تطبق القانون وأنا نطبق القانون، تسمى حنا ما درنا والو. القانون هذا نروح نطبقوه، هيا ونحطوه في بلاصتو، هيا نقلعوا عليه جندارم، نقلموا لابوليس، نقلعوا العدالة، نقلعوا الجهاز هذا، الجهاز تاع العدالة كامل، هيا ونخليكم نتوما جيبوا حقوقكم وحدكم، لخاطرش نتوما أصلا راكم تمثلوا العدالة. حذاري ثم حذاري، هذه نقطة مهمة جدا، وراهي تكررت خاصة في المناطق النائية. والله العظيم هذه النقطة أبحثوا عليها جيدا، لأنه حتى واحد ما هو راهي يسمح، حتى واحد ما راح يعذركم. اي واحد انتم تقولوا باللي وديك، تقولوا باللي راه السيد هذا راه في طرفنا، الامن، القانون واضح ووضوح الشمس، لهذا انصحكم نصيحة في وجه الله، إلا كان صبت المشاكل حاول تبعد على المشاكل. رانا في وقت، هذا الوقت شوف تروح للعدالة، إلا كان روعت العدالة المينيموم راك تخسر بزاف دراهم، وتخسر حتى الوقت. إلا كنت خدام نتايا الوقت تخسر الوقت تاعك، تخسر الهبة تاعك، تبدا يمرمدوك في العدالة، تتمرمد في هذه الحالة. يا جماعة إلا كانت قدرت وصات وقايتينك، سارعوا إلى الصلح. الصلح خير. سارع للصلح أخي، يا أخي سارع للصلح. موش عيب أنا غلطت، نطلب الاعتذار ونطلب السماح. يا سيدي إلا ما تبغيش تسمح لي نجيب الجاه في ذاك النهار، نجيب الجاه، أرواح هاو الجاه تاعي، اسيدي وهضروا معايا وانا غلطت وقاعدين ونورمال، وتفرى بيناتكم خير من يفروها الفوق، يا تصيب روحك من الفوق يا تصيب روحك من التحت. هذه نقطة مهمة أعزائي، نقطة مهمة جدا. حذري ثم حذري، العدالة لا ترحم، القانون لا يرحم، القانون فوق الجميع.
حذاري تتعدى الحدود وتقول باللي القانون مو راح يدير لي والو. حذاري ثم حذاري، حذاري ثم حذاري. تضرب واحد برا، تحقر واحد برا، تسب واحد برا، تروح تسرقه، تتعدى عليه، تطلعو على الحرمة تاعو، تطلع له مش عارف انا اش تكون. يا اخي احنا نترفعوا على هذه الامور، نترفعوا. سبيتني، نوكل الامر تاعي لله، وإلا كان قدرت وقعيت هناك سيدي نجيب حقي عن طريق العدالة. تكون يدي من الفوق خير ما تكون يدي من التحت. هذه هي. واسمحوا لي على كل حال، هذه قضية شائكة، شائكة جدا، شائكة جدا. على هذا الله يجيب الخير، الله يجيب الخير، وصحي هذا مكان. السلام عليكم.